الوقت بتعطي نكهة كتير حلوة. هلا بسمك معي البردقان، انا بدي اضيفه على القالب. شايفين القوام المطلوب؟ كمان سميك، ما مليء ابدا. هيك تمام. عندي القالب. هلا انا رح اتركه يبرد شوي لانه البردقان لسه سخن، وبعدين اخده على البراد. تقريبا بياخد شي 4 5 ساعات بالبراد، يعني بياخد وقت. وبرجع وقت التقديم انا هيك طلعته. ما بعرف ليش نسيت شغل الكاميرا انا وقت طلعته. وهلا حطيت على وشه هيك شويه فستق حلبي. فيكم تزينوه بجوز الهند كمان، كتير بيطلع لذيذ مع نكهه الحليب والبردقان. هيك بعتقد الوصفة كتير سهلة، أسهل من هيك ما في، وحلا سريع ولذيذ. إذا انتبهتوا أنا ما حطيت على البردقان سكر أبدا. طبعا هذا الشي بيرجع لكم. أنا بحب يكون الحلا كتير خفيف. فيكم تزيدوا سكر على البردقان، فيكم تضيفوا تقريبا ربع كوب سكر على البردقان، كمان بيعطي نكهة لذيذة. بس أنا ما حبيت. شايفين القوام شلون مطلوب؟